يوم في حياة مريض التكيسات. الجزء الأول، الأكل. بكل بساطة أنا أمنية، والنهاردة هاخدكم في رحلتي مع اضطراب هرموني مزمن بعيش بيه. باكل إيه وبعمل إيه، بس خلينا متفقين عدوك بعد إبليس هو السكر. ممنوع لما اصحى من النوم اكل سكريات، لان زي ما بيقولوا التكيسات هي سكر الرحم، ده بسبب مقاومه الانسولين. انا ما عنديش مقاومه انسولين الحمد لله، بس العاده دي فرقت في حياتي. باخد بالي كويس قوي ان اكلي يكون مليان بروتين، وبطلت الشاي بلبن. ايه ده، هو ايه علاقه الشاي بلبن بالتكيسات؟ لان معظم منتجات الالبان بتزود التهابات الجسم لما تتاخد بشكل مش صح. لما كنت بشرب لبن كانت معدتي توجعني وهرموناتي تتدمر، قولوني يتنفخ، والسايكل بتاعتي تضيع. ولما بطلت عاده الشاي بلبن كل حاجه اتظبطت. من اول ما اتشخصت وانا بفطر كل يوم بيض او على الاقل اي مصدر بروتين، فتعودت اشرب حاجات سخنه من غير سكر، وبالعكس حبيت طعمها اكتر. ما بشربش قهوه. ايه ده، امنيه بتعذبي نفسك؟ لان القهوه بتخليني اعيط من الوجع، ورحت عملت ايكو على قلبي من كتر ما هي بتوجع لي قلبي. فخلوا بالكم انها بتزود هرمون القلق في الجسم اللي هو هرمون الكورتيزول، فبالتالي ما ينفعش ناخدها على معده فاضيه لانها هتبوظ لنا هرموناتنا. والاهم اني بستخدم الميه كالحاجه اللي بتخليني صاحيه، فبشرب ميه كتير على مدار اليوم. وزي ما بنخرج وبندفع فلوس في الخروجات، عندي ميزانيه للتحاليل اللي بالمناسبه مهمه جدا. مش لازم تكون شخص موسوس او بتعمل تحاليل كل يوم، بس انا مثلا اكتشفت ان فيتامين د ومخزون الحديد عندي في الارض، وكنت بلوم نفسي طول الوقت اني كسوله. وطلعت المشكله مش فيا اصلا، طلع في نقص فيتاميناتي ولخبطه هرموناتي. ومش شرط تكونوا عيانين عشان تلتزموا بده، بالعكس ده لايف ستايل صحي بيخلي حياتكم احسن. وبس خلي بالك من رحمك، ولو عايز تعرفي معلومات اكتر تابعيني.